في الصفحة الثالثة في الأهرام، مصادر البيت الأبيض الأمريكي تقول إن مبارك قوي وحاسم ومتمكن من الموقف. فقد رحب المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية ألين لومبرغ بتصريحات السيد حسني مبارك نائب رئيس الجمهورية بالنسبة لتأكيده بأنه سيعمل على بقاء العلاقات الطيبة القائمة بين الولايات المتحدة ومصر، وسيواصل مسيرة الرئيس السادات لإقرار السلام في الشرق الأوسط. صرحت مصادر مطلعة بالبيت الأبيض أن الانطباع في الدوائر الرسمية في واشنطن أن حسني مبارك متمكن من الموقف وقوي ويتميز بالذكاء، وأنه يبدأ من نقطة انطلاق متقدمة أرسى قواعدها الرئيس الراحل، بينما كان الرئيس السادات قد بدأ هذه الانطلاقة من العدم، وأنه يتفوق أيضا بأنه كان قريبا جدا من الرئيس السادات، وأنه عمل معه خلال ال6 سنوات الماضية مما أكسبه خبرة، وأن عليه دراية بالأمور الجالية بين مصر وأمريكا، وأن هذا الأمر يشجع الولايات المتحدة على توثيق العلاقات الثنائية بشكل أعمق مع مصر.